مندوب مبيعات فضل يخبط على شقة نورة لغاية لما نورة فتحت له. قالت له خير يا أستاذ؟ قال لها يا فندم أنا ببيع حاجات كتير، أدوات تجميل وأي حاجة من دي، هتحتاجي حاجة من اللي أنا ببيعهم؟ قالت له طب وريني. نورة في الوقت ده ما كانش في حد معاها في البيت خالص، جوزها كان بيروح لشغله وبنتها الصغيرة ما كانتش موجودة في البيت. بعد ما اتفرجت نورة على الحاجات اللي مع الراجل ده، والراجل ده كان اسمه وليد مندوب المبيعات ده، بعد ما اتفرجت على كل حاجة قالت له لا أنا مش عايزة أي حاجة من دول، وكمان أنت أسعارك غالية. مندوب المبيعات في اللحظة دي ما سابهاش ومشي. قال لها يا فندم اتفرجي وشوف اللي أنت عايزاه. نورة في الوقت ده قالت له لا أنا مش هينفع أطول معاك أكتر من كده، لأن أنا قاعدة لوحدي في الشقة. وده كان أكبر غلط هي عملته نورة. في الوقت ده وليد مندوب المبيعات عرف إن نورة لوحدها في الشقة، ولما في الآخر نورة قالت له خلاص أنا مش عايزة حاجة شكرا، وكانت جاية تقفل الباب، زق الباب وليد مندوب المبيعات ده وفضل يتهجم على نورة وكان عايز يتحرش بيها. فاجئت ان هو ورايا، بقول له انت مين وايه اللي دخلك هنا؟ وفي الوقت ده نورة مسكت السكينة وهو بيتحرش بيها وهو بيحاول يغتصبها وبيزقها على السرير، ودخلها كمان أوضة النوم وهو بيضرب فيها وهي بتحاول تقاومه، دخلها لغاية أوضة النوم. قال لي انا عايز بس هطلب منك حاجه، انا هطلب منك حاجه، هريح نفسي وهمشي. قلت له مفيش حاجه اسمها تمشي، اطلع بره. وقعدت ازعق واصوت، راح كتم نفسي كده. وفضل بقى هو يقطع في هدومها ويعمل حاجات كتير عشان كان عايز يغتصبها، لكن نورة في الوقت ده كان جنبها سكينة فمسكتها وطعنته في قلبه. وفي الوقت ده وليد مندوب المبيعات كان مات. في اللحظة دي نورة ما كانتش عارفة تعمل ايه، لأن جوزها كان قرب يرجع من الشغل وما كانتش عارفة تعمل ايه، وفي موقف لا تحسد عليه. جنبها جثة وليد وفي أوضة نومها، ولما جوزها يرجع مش عارفة هتقول له ايه، فقررت تحط جثة وليد في الدولاب وتخبيها عشان تفكر تشوف هتعمل ايه. وبعد ساعتين رجع جوز نورة للبيت وجي على طول أكل لقمة وكان عايز يدخل ينام. وفي اللحظة اللي كان داخل فيها أوضة النوم اللي هي نورة مخبية فيها وليد اللي هو المندوب، كانت مخبية في أوضة النوم، فحاولت نورة تمنع جوزها إن هو ما ينامش في أوضة النوم، يعني تتحجج له تقول له إيه تعالى نام في أوضة الأطفال، لأن أوضة النوم لسه بنضف فيها ومطربة وفيها حاجات كتير عايز أنضفها، تعالى نام في الأوضة التانية. لكن جوزها لا بص أنا جاي تعبان يا نورة وهنام في أوضة النوم، وسيبك من التنظيف وسيبك من كل الكلام ده. ودخل فعلا جوزها ونام في أوضة النوم اللي فيها جثة وليد محطوطة في الدولاب، لكن جوزها لغاية دلوقتي ما يعرفش. وفعلا جوزها نام وصحي تاني يوم وراح الشغل من غير ما يعرف أي حاجة. وفي اللحظة دي نورة كانتش عارفة تعمل إيه، طب تخبي الجثة، طب تبلغ الشرطة، ما كانتش عارفة تعمل إيه خالص. وفي الوقت ده مسكت التليفون واتصلت على أخوها وقالت له الحقني، مندوب مبيعات كان جاي في يوم بيعرض عليا شغل وتهجم عليا، وانا كنت بدافع عن نفسي وقتلته، وانا حاطاه في الدولاب، اعمل ايه؟ اخو نورة لما عرف كده قال لها يا مصيبتك السودة ايه اللي انت عملتيه ده، لازم نروح نبلغ الشرطة ونحكي لهم على اللي حصل بالظبط عشان ما نتفهمش غلط، وعشان ما نتفهمش ان احنا اللي قتلناه، وتبقى ان هي دفاع عن النفس ودفاع عن الشرف. واخو نورة في الوقت ده قال لها انت لازم تعرفي جوزك وتحكي له على اللي حصل عشان يبقى عارف، عشان لو احنا رحنا بلغنا الشرطة وعرفناهم ما يبقاش هو مش عارف حاجة. وفعلا استنت نورة لغاية لما جوزها جه وفضلت تعيط وتحكي له وتقول له مندوب المبيعات ده اتهجم عليا وما كنتش عارفة اعمل ايه وكان عايز يغتصبني ودخل الشقة، وانا حاولت ادافع عن نفسي وخبيت جثته في الدولاب، وكنت خايفة جدا وكنت مترددة ان اقولك بس لازم اواجهك بالحقيقة. جوزها هنا وقف جنب مراته وقال لها اهدي ما تخافيش انا بثق فيكي، وانت اكيد يعني هي دي القصة الحقيقية اللي حصلت، وانا اكيد مش هسيبك يعني، بس احنا لازم نبلغ الشرطة ونحكي لهم باللي حصل، وما تقلقيش انا في ظهرك وانا بحبك. جوزها كان معاها في ظهرها وسندها وكان جنبها، وفعلا راحوا بلغوا الشرطة. ولما الشرطة جت وخدوا جثة وليد وحققوا مع الزوجة اكتشفوا حاجات فعلا غريبة، لأن رجال الأمن لما خدوا جثة وليد وودوها للطب الشرعي اكتشفوا حاجات مخفية في القضية دي وحاجات كتير ما حكيتهاش نورة، لأن وليد ده مندوب المبيعات اللي زي ما هي بتقول كان بيتهجم عليها وهي ضربته بالسكينة، لما راح للطب الشرعي قالوا إن هو اتضرب بالسكينة وهو نايم.
يعني وهو نايم على السرير، وهو في وضع هادي، وفي وضع ما كانش عنيف فيه، وفي وضع يعني عادي خالص، عكس اللي نورا كانت بتقوله. نورا كانت بتقول ان هو كان في وشها وكان بيحاول يزقها وهي ضربته. لا، وضع الضربة كان وليد نايم، وليد المندوب ده كان هو نايم. رجال الامن بدأوا يشكوا في نورا، وبدأوا يشكوا في القصة اللي هي قالتها، وقالوا ازاي يعني. وبرضه لما اكد لهم اكتر، لما سالوها قالوا لها مش ده مندوب مبيعات وكان بيعرض عليكي حاجات يبيعها؟ فين الحاجات اللي هو كان بيبيعها؟ نورا ما عرفتش ترد خالص. رجال الامن قالوا لها ازاي يعني كان جايب حاجات وبيعرضها عليكي عشان يبيعها، واحنا دلوقتي مش شايفين اي حاجه خالص من اللي هو جاي وبيعرضها عليكي عشان تشتريها. وبرضه لما حققوا مع باقي العماره، لان نورا كانت ساكنه في الدور الثالث، قالوا لها طب واشمعنى طلع شقتك انت بس؟ فلو مندوب مبيعات فعلا يطلع للشقه اللي في الدور الارضي والشقه اللي في الدور الثاني، وبعدين يعدي على شقتك اللي في الدور الثالث، مش هيطلع عليك انت على طول. ولما رجال الامن واجهوا نورا بكل الحاجات اللي هم فهموها وبكل الحاجات اللي هم عملوا تحريات عنها، نورا ما كانش عندها اي رد وكانت ساكته، وقالت لهم يا باشا كل اللي انا حكيته لكم هو ده اللي حصل، انا ما اعرفش اي حاجه تاني. ما كانتش عايزه تحكي ولا عايزه تتكلم. لكن رجال الأمن في اللحظة دي راجعوا خط وراجعوا تليفون وليد، لأن تليفون وليد كان في جيبه، عشان هو لما كانت نورا مخبياه في الدولاب كانت حطاه في الدولاب بهدومه كلها وبالتليفون بتاعه وبالفلوس بتاعته وبكل حاجته. رجال الأمن لما مسكوا تليفونه وجابوا الخط بتاعه، راجعوا المكالمات بتاعت وليد قبل ما يتقتل، لقوا إن وليد كلم نورا أكتر من مرة، والمكالمات دي بقالها أكتر من سنة، يعني بقاله أكتر من سنة بيكلم نورا في التليفون. فرجال الأمن في اللحظة دي اتأكدوا إن نورا فيها حاجة غلط، وقالوا لها إزاي هو بيكلمك بقاله سنة في التليفون وبتتكلموا مع بعض أكتر من ساعة يوميا، وإزاي ما تعرفيهوش، وإزاي هو مندوب مبيعات وداخل عليكي فجأة وإنت ما تعرفيش عنه حاجة. في اللحظة دي نورا انهارت من العياط، ولما ضغطوا عليها أكتر نورا اعترفت بكل حاجة، واعترفت حرفيا بكوارث. قالت نورا إن هي في آخر فترة ليها في الجواز، في آخر 2 أو 3 كانت في مشاكل كتير مع جوزها، وكان جوزها مش مهتم بيها خالص، وكانوا دايما بيتخانقوا. وطبيعة شغل جوزها إن هو بيفضل في بره البيت بيشتغل مدة طويلة، ولما بيرجع البيت بينام، فما كانش مدي اهتمام خالص لنورا، ونورا كانت زهقانة خالص. وفي يوم نورا بتقول إن هي كانت رايحة لمحطة القطر وكانت قاعدة، فوليد المندوب ده اللي هي بتقول عليه مندوب وهو ولا مندوب ولا حاجة، وليد ده كان في محطة القطر وشاف نورا وأعجب بشكلها وكان عايز يحاول يكلمها، وفضل باصص لها كتير ويضحك لها ويحاول يقرب منها ويحاول يتكلم معاها. وفي اللحظة دي نورا مش المفروض تصده وتكشر في وشه وما تدلوش كلام ولا تتكلم معاه، لا، نورا عملت العكس، بدأت تتكلم معاه وبدأت تضحك في وشه. ولما قرب عليها واتكلم معاه، الاتنين بدأوا يتكلموا مع بعض وبدأوا يضحكوا مع بعض. وقبل ما نورا تمشي من محطة القطر ادته تليفونها وهو اداها تليفون، وفضلوا بقى يتكلموا مع بعض تليفونات، واستمرت العلاقة على كده تليفونات، وبدأوا يحبوا بعض، وكمان كانوا بيعملوا علاقة في التليفون. ولما الأمور اتطورت ما بين نورا وبين وليد ده، اتفقوا هما الاتنين إن وليد يجي لها البيت في الوقت اللي جوزها مش موجود، والوقت ده كانوا هما الاتنين بيبقوا في البيت، وجوزها يا عيني الغلبان الشقيان ده يروح شغله، ونورا تروح جايبة وليد القذر ده يقعدوا مع بعض في البيت ويعملوا علاقة كاملة، يقعدوا هما الاتنين يعملوا علاقة كاملة. واستمر الحوار ده أكتر من سنة، يجي لها كل أسبوع مرة أو مرتين في البيت ويقعدوا مع بعض بالساعتين والتلاتة ويعملوا علاقة مع بعض. ولما استمرت الحوار على كده، بدأ في مرة وليد يقول لها بصي أنا هصورك بالتليفون وهخلي الصور معايا ما تخافيش. نورا قالت له في الأول لأ عشان محدش يشوفها، عشان ما تفضحش، عشان جوزي ما يعرفش. قال لها ما تقلقيش. وليد قال لها أنا هخلي الصور دي معايا عشان وقت ما تكون أنت وحشاني أتفرج على الصور دي. قالت له ماشي. وليد في العلاقة وهو معاها فضل يصور فيها أكتر من صورة، وحرفيا صور باينة جسمها كلها، وتقريبا هي كده شبه عريانة، يعني الصور توديها في داهية. ومع مرور الوقت نورا خلاص زهقت من وليد وقالت له احنا لازم ننهي العلاقة دي.
وخلاص قالت له هننهي العلاقة دي عشان جوزي ما يعرفش وعشان ما تفضحش، ولازم ننهي العلاقة دي. وليد قال لها ازاي يعني؟ هو دخول الحمام زي يخرجوا؟ لازم اجي اقعد معاكي ونعمل علاقة ونتكلم وزي ما احنا. نورا فضلت تترجاه وتقول له خلاص احنا لازم ننهي العلاقة دي عشان مش عايز اكمل في العلاقة دي، عشان انا خايفة لو جوزي يقفشنا، وخلاص انا مش عايز اكمل معاك يا وليد، انا العلاقة دي عايز انهيها. في اللحظة دي نورا قالت له انا لازم انهي العلاقة دي. وليد اول ما سمع كده وحس ان نورا خلاص هتنهي فعلا العلاقة وما بقتش عايزة تكلمه تاني، قال لها بص يا بنت الناس، انا معايا صورك كلها وصورك وانت عريانة، يعني حرفيا لو نزلت صورك على الانترنت هفضحك وكل الناس معاها صورك، ولو بعت بس صورة الواحدة لجوزك هخليه يطلقك ويقتلك كمان. هتمارسي معايا العلاقة ونبقى زي الأول ومحدش عارف حاجة، ولا أوري الصور دي لجوزك وأفضحك؟ في الوقت ده نورا ما كانتش عارفة تعمل إيه، وقالت له خلاص هنكمل مع بعضينا ونبقى مع بعض. وفي يوم 25 رمضان قررت نورا إن هي تكلم وليد وتقول له تعالى البيت جوزي مش موجود عشان نقعد مع بعض شوية. وجي وليد عادي على أساس إن هو زي كل مرة وما كانش مدي إخوانه. ولما جه نورا مارست معاه الجنس عشان تخليه يبقى همدان خالص ومش قادر يتحرك. وهي معايا في العلاقة كانت حاطة سكينة تحت المخدة وراحت طلعتها وراحت ضربته في قلبه. وفي اللحظة دي وليد مات على طول. حطته في الدولاب وحكت بقى القصة دي لرجال الأمن على أساس إن هو مندوب مبيعات وبيعرض عليها حاجات، وهي قتلته عشان بتدافع عن نفسها وبتدافع عن شرفها. وفعلا رجال الأمن لما فتحوا تليفون وليد لقوا عليه باسورد وحاولوا يفكوا الباسورد ده، ولما فتحوا التليفون لقوا عليه فعلا صور نورا وصور كلها وهي من غير هدوم. وفعلا نورا عملت كده فيه عشان ما يفضحهاش، وكانوا الاتنين على علاقة مع بعض. وجوزها لما عرف كل القصة دي اتصدم، لأنه ما كانش مصدق إن نورا تعمل كده، وما كانش أصلا حاطط شك 1% إن مراته تعمل كده أو مراته بتخونه مع حد تاني. ده حتى لما هي حكت له قالت له ده مندوب مبيعات وهي حطته في الدولاب وكل الكلام ده، كان واثق فيها ومصدقها جدا وبيدافع عنها. والله جوزها ده صعبان عليا، يعني الراجل يا عيني بيطلع شقيان وبيشتغل عشان يصرف عليكي، تقومي انت يا شيطانة تعملي كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. وبكده بقى يكون انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنسوناش باللايك والاشتراك. السلام عليكم.